رياض محرز ولا جالينو؟ اتوقع جالينو. رياض 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 محرز. اخيرا شوفوا دقيقة 117 الدقيقة 117. اللهم لك الحمد. الله اكبر رياض محرز. الله اكبر رياض محرز. الحارس واقف وثابت والشباك هي منتدس. الحارس واقف والشباك هي منتدس والملعب كله يهتز. الله يا رياض محرز. الله يا رياض محرز. يستحق يستحق رياض محرز. هو من يصنع هو من يساهم، لكن اليوم يقول انا من اسجل. بسم الله يا رب. يلا يا رياض على طريقة تحطها يا رياض. بإذن الله بإذن الله إنها في الشبك. بإذن الله إنه هدف. بإذن الله إنه هدف. يا رب يا رب إنه هدف. يا رب يا رب يا رب يا رب إنه هدف. يا رب إنه هدف. يا رب إنه هدف. يا رب إنه هدف. يا حي يا قيوم يا رب يا رب يا رب يا رب. لكل الاهلاوي اللي ما حضر الملعب اقسم بالله فاتك متعة الاعصاب، وهي حلاوة الكورة، بس حلاوتها لما تفوز بس. فمبروك. انا ادري انها كانت شدة اعصاب مو طبيعية، شدة اعصاب مو طبيعية، لكن الحمد لله في النهاية فزنا، وشكرا لفخر العرب رياض محرز. توني يبغالك انت، يبغالك جلسة الحالة في مقطع الحالة. ايوه توقعت انه محرز يكون يا يسجل يا يصنع. اليوم مباراته والله لك الحمد فعلها. صح انه كان في مستوى متذبذب من محرز، بس ما نعاتب. اللي سواه والفاول اللي سواه عالمي، والله عالمي يا رياض. ارجع واعيد وازيد واقول واكرر كلامي لين ما هذا لاعب يطلع مع الاهلي. ما في احد يفرق مع ناديه كلاعب، يفرق مع ناديه زي ما محرز يفرق مع الاهلي. ما فيه مستحيل. لا تقول لي بنايز، لا تقول لي توني، لا تقول لي مين ما كان. الاهلي ما ادري هو اليوم اصلا الاهلي سيء ولا الدحيل هو قوي ولا ايش القصه، بس كل اللي يعرفه انه الاهلي مو عارف يوصل باب الدحيل. حتى الجريتش حقه مو عارفين يطبقوه في الملعب. طول ما محرز، شوف ما بقول لك انه محرز يكون في يومه، لا، طول ما محرز تضمن منه كوره في المباراه، كوره واحده، ناديك بيكون بخير. صدقني ناديك بيكون بخير، لانه لاعب مو طبيعي ما شاء الله تبارك، مو طبيعي. فاول بكل سلاسه. المعنى الحقيقي للتصوير اليوم الحارس المعنى الحقيقي للتصوير. والله كانت قريبه، والله كانت قريبه. كنت ابغى الاهلي يطلع، بس كويس استنزاف كذا، استنزفوا يلعب كم 120 دقيقه، ان شاء الله اللي بعدها كمان يلعبوا 120 دقيقه، يدقدقوا لما يجونا مستويين صح. كنت تتفرج مباريات النخبه، انا جايب لك افضل متجر ممكن تشترك فيه بافضل سعر بافضل جوده تحصلها في السوق. اسمع مني، ب 24 ريال في الشهر و99 ريال في السنه، وشامله كاس العالم. رابطهم في البايو، روح اشترك قبل ما يروح عليك العرض. لحق. هاتوا الهلالي. ايوه تعبي عالي عليه. الاتحاد كمان، الاتحاد بيطلع من بكره طالع. الاتحاد والله مسكين ما عنده شيء. لا ابغى اي احد جيبه. انا ابغى الهلالي بعدين، ابغى الهلال بعدين. يا هلالي ورب الكعبه هنا تندق، بس هنا تندق. بالله النخبة لنا، النخبة لنا. جيب اي احد حتى الهلال، اي احد. لو جيب مدريد. شوف انا اتمنى جاري يوصل ويقابلني، اتمنى. ما يقدر جارك والله اتمنى، والله ما يقدر، لكنها صعبة عليه. الف مبروك جماهير الاهلي. ايوه. النخباويه والكاس عندنا ان شاء الله في جده. بس شوفوا السجال بس خلاص. انت قافل البرنامج، خليه في الدوري بس كاسات يا اهلاوي. احنا نحتفل في الثانيه الحين باذن الله. النخبه اخلويه هذا باذن الله. يا رب بعد الكؤوس وان شاء الله باذن الله فالنا باذن الله تعالى فالنا النخبه هذه. اتمنى جاري يوصل ويقابلني، اتمنى. ما يقدر. جارك والله اتمنى، والله ما يقدر، لكنها صعبة عليه. ما يقدر. والله صعب على الاتحاد. تكفى يا جاري، جملها بكره وفوز. نبي نتقابل احنا وياه. ما يقدر. نبي نتقابل الاتحاد. نبي نقابل الاتحاد في النهاية. ما يقدر. في النهاية نبي نقابل، مع اني عارف انه بيلقم بكره، فان شاء الله انه يفوز ان شاء الله.
لا يمشي بس اليوم في دروب ان شاء الله باذن الله قدام يجيبون الرجال باذن الله. النخبه لنا اجيب اي احد حتى الهلال اي احد لو جيب مدريد البايرن باريس ندق هنا والله ما تخلي احد. اللي يجي قدامنا نشيل ونمشي. نبى الكاس احنا نبى الكاس. ايوه بس اقول جاتنا البطولة ورحبوا يا مجانين. اهلا هلا في وسط جدة العروسة. قد قلتها وانا في يدي البراهين. كبيرها الاهلي وتعرف دروسه. كبير جدة واسيا يا ضعيفين. هاتوا لي الاعتل وربي لحوسه. ما نتكلم فاللي ولوا من سنين. تاريخنا حاضر بشتى طقوسه. الله يحييه بنكرمه باذن الله بنكرمه. انا بطل البطوله الامور طيبه. الله يحييه مرحبا الف. انا ودي والله ورجعت كيف صوت له؟ قراميع. انا قدري مقرم مع الهلال قبل ذي المره تدري ايش ودي؟ الهلال مع الاتحاد قراميع كذا دب. والله اهم شيء الناس والباس يبغى تعرف ايش احلى حاجه؟ انك حاضر بالاخضر. هو لا صاد ادري بس نسوي اي شيء اطرف شيء خلاص يوم وليله حبيبي. هذا هو الكلام. خلاص نيجي امشي الاهلي حبيبي في مدينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله فاتك كم شاري ولا ما فاتك؟ والله ما فاتنا رفعت الضغط الحمد لله. بس الحمد لله بالله قول جيب توني خاسر. اقسم بآيات الله توني عاد شفتك على البلنتي يا واد انت. ايه افضل شيء احنا جبناك عشانه البلنتيات وما صارت افضل شيء. لا عاد توقف على البلنتي يا ابن الحلال. خلصنا والله كأني شفت مباراة الهلال ثاني. مو معقول يا جماعة الخير يا اهلي. الفريق اللي قدامك هذا الدحيل اللي انتم خايفين منه شوفوه اهو 11 خشبة مع احترامي الشديد. 11 خشبة قدامنا لا تحركت ولا جات ولا هاجمت. قاعدين نلعب ضد قلبينا بس وما احنا قادرين نسجل. عندنا مشكلة لازم نحلها في اقرب وقت. رياض محرز ترى انت من اخبث لاعبين كرة القدم. ترى كنا اتوقع الاهلاوية كلهم كانوا مجهزين مقطع لك بعد المباراة لكن انت حطيت تبن في فم. والله الفاول ما له حل ابن الحلال. طول المباراة وانت قاعد تلعب غلط. في الاخير قال شط يا لا احد يتكلم عني. هذا ما لنا الا الله اكبر رياض محرز ما لنا الا كذا. ولكن الحمد لله الف مبروك يا ملوك. القادم اجمل ان شاء الله. واللي ما جاء فاتوا يا مشاري فاتوا. خرج شفت رياض عمي. اليوم انا معزوم لحد يجي خاص. يا الاهلي مبروك التاهل. والله فاز. ايوه والله فاز على الدحيل. بس انه ما طولوا وهم يلعبون. ايوه يعني طولوا كثير لعبتهم. مباراة الأهلي والدحيل أنا متأكد أن اليوم الجمهور الأهلاوي كان على أعصابه ومتنرفز بالذات الشوط الأول كمية عشوائية وفوضوية داخل الملعب. تحس الفريق أول مرة يلعب كورة أو ما أدري مو متعودين يلعبون العصر في الجوهرة. وكمية فرص ضايعة وتوني ضيع بلنتي وهجمات. يعني سيناريو فعلا مستفز الجمهور الأهلي. لكن الأهم الثلاث نقاط. صح ان الفوز جاب طلعت الروح لكن اهم شيء الثلاث نقاط في الجيب. لما يكون فريقك عنده لعيبه كواليتي عالي فبيحسم لك المباراه في اي وقت وفي اي دقيقه ومن انصاف الفرص يخلق لك هدف ويجيب لك 3 نقاط. والله انه كواليتي خل عنك حتى وهو سيء كواليتي. مبروك فوز الاهلي. بالله هذا جمهور فريق لا ينافس على دوري ولا كاس ملك ولا سوبر ولا اي حاجه. عنده البطوله الوحيده اللي ينافس عليها هذه وهذا جمهوره وفي ارضه وبين جمهوره. هذا الكارثه انه يلعب في جده في المنبع عنده عند النادي نفسه وهذا جمهور وفي بطوله اقصائيه. لكن قلنا لكم ما في الا كبير واحد وباذن الله الهلال يبيضها اليوم باذن الله. الف مبروك فوز الاهلي. ولكن والله الدحيل قدم مباراه جميله ويعلم الله انه كانوا اقرب للفوز ولكن فاز الاهلي. الف مبروك اهلي. الاهلي بصعوبه يتعدى الدحيل يتجاوز الدحيل صراحه فاجاني بالمستوى. مستواه الموسم سيء لكن قدم مباراه الموسم فعلا. لكن بمهاره محرز ودقه محرز بالفاول هي حسمت الامور. حتى البلنتي تصدى له صلاح الزكريا اللي هو حارس الدحيل. كان كل شيء ضد الاهلي. بعد ضياع بلنتي قلت خلاص شكلها راحت على الاهلي لكن محرز هو اللي فرق في الفاول. فعلا فرق في الفاول. صور الحارس وانتهت المباراه 1-0 وتاهل. راح يلعب مع جوهر الماليزي فريق ماليزي فريق مو بسهل الصراحه. لكن الاهلي قادر انه يتجاوزه ما دام تجاوز العقبه اللي هي اصعب من جوهر اللي هو الدحيل كان ند. واللي فرق مع الدحيل انه مباراه واحده لو ذهاب واياب
نقول ممكن هذه الذهاب، وفي الايام ما راح كان يقدم نفس الاداء وراح تطير عليه ويتاهل الاهلي. فهذا اللي خدم انديه الشرق او الغرب، عفوا انديه الغرب، انه مباراه واحده صارت دور 16، فراح يقدم كل ما عنده النادي اللي اقل امكانيات اللي هو الدحيل. فحتى الهلال امام السد راح يواجه نفس الصعوبه، لكن سواها الاهلي وتاهل بالخبره. بطل النسخه الماضيه ما زال موجود في عيال اقسم بالله محرز مجنون، والله مجنون، اقسم بالله انها مباراة اعصاب، ترى مباراة اعصاب، ترى انك تلعب الين الاشواط الاضافية و0-0 وهجمة هنا في العارضة، هجمة هنا في العارضة. الاهلاوي حاط يده على قلبه. انا صراحة مبسوط فوز الاهلي، ليش؟ لانه هذا دافع معنوي للهلال دحين ولنا بكره نحن. توني لما نضيع البلنتي قلت بس دحين الدحيل بيشدوا حيلهم هيجيبوا هدف. هذه المباراة انا قلت المباراة حتنتهي 1-0 ما حتوصل بلنتيات، لكن محرز وفاول ما تدري كيف جاء فاول. هذا حط صلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله، يا واد الحارس يتفرج. مبروك الجمهور الاهلي وهارد لك الجمهور الدحيل. ما ادري في احد من الاتحاد يتابعني، ما في احد. احسن يلا عقبال الهلال دحين وان شاء الله نحن بكره كمان. اللي يقول ان الاهلي ما يستحق الفوز هذا لازم يراجع نفسه. مبروك للنادي الاهلي اول شيء وجمهوره، مبروكين. رسميا الاهلي يقابل جوهور الماليزي يوم الجمعه القادم 17 ابريل. فريق ماليزي والله ما اعرف الصدق ولا اعرف ايش وضعه، ما اعرف الصدق، بس مبدئيا اشوف الاهلي بيتاهل. الاهلي بيقابل الهلال، الله اعلم، خلينا نتاهل بعد شوي، خلونا نتاهل بعد شوي ونشوف. وبعدها ضد فيسيل كوبي الياباني، بعدها لكل عادة حديث. عموما خلونا نتكلم عن المباراه، وش صار فيها وش ما صار وش الوضع. الاهلي ضيع فرص من هنا، الدحيل ضيع فرص من هنا، بولبينا من هنا، محرز من هنا، توني ضيع بلنتي، احداث كثيره. اللي يقول فاول محرز اللي سجل منه هدف ما هو فاول، هو في النهايه انت لو تفكر فيها ما له دخل الاهلي، مو محرز اللي صفر قال فاول اللي يحسبها لي حكم. الحكم نفسه سيء، الحكم الاسيوي دائما وابدا اخطاء كثيره، دائما وابدا اخطاء ما هي بجديده. يعني انا ما ادري هذا الحكم اليوم ولا لا، انا كتبت الحكم الصيني في البحث طلع لي هذا اول واحد. عموما هو ولا مو بهو، الحكم الاسيوي دائما اخطاء كثيره. حسب فاول توني ما هو فاول، ما ادري ايش، الاهلي في النهايه ما له دخل. الدحيل في النهايه اذا حسب له فاول ما له دخل، حسب بلنتي توني الاهلي ما له دخل. الاهلي قاعد يلعب، الدحيل قاعد يلعب، ما لهم علاقه باللي قاعد يصير. الكوارث كلها في التحكيم الاسيوي، اخطائهم كثيره والله. انا ترى كنت اقول زيكم، ليش يحسب فاول توني؟ شوفه مو فاول، لكن الاهلي ما بيده شيء. بلعب يا حبيبي، بيحسب لي فاول اكيد اني ما بضيع، بيحسب لي بلنتي اكيد اني ما بضيع، سواء بالخطا ولا صحيح ولا ما راح اضيع عشان ارضي جمهور غيري ولا لا بسجل. عموما مبروك الاهلي وجمهوره، فوز مستحق، ما نقدر نقول ما هو مستحق. عموما اضافه لايك كومنت رب قلوبكم، رابط الاصفر والتواصل والاعلانات كلها موجوده في البايو. حب كبير لكم، تبي رعايه، تبي اعلان، تبي تضيفني في الاصفر، كلها موجوده في البايو. حب كبير لكم. الهلال بيلعب بعد شوي، بالتوفيق لكبير اسيا، توفيق. ربك ستر ولا اقسم بالله مباراه يا اخوان تضغط بشكل مباراه تقهر. اقسم بالله وانا طالع الملعب ابغى احتفل ماني قادر. الف مبروك يا ملوك الفوز وتاهل، لكن اقسم بالله العظيم مباراه تقهر بشكل، وانا طالع الملعب ما نفسي احتفل، اشوف الناس تحتفل ما عندي رغبه، ما كذا، ما في شيء جواي يقول لي يلا احتفل يا سلطان فوز تاهل، ما في. فريق ما كان ابدا كويس. انا بعرف حاجه واحده، الانديه تحتاج فرصه فرصتين ثلاث عشان تسجل، لا الاهلي يحتاج 10 فرص عشان يسجل هدف. وانت صاير معك يا حبيبي يا شبة نار؟ ايش في؟ النار طفت ولا ايش؟ لا لعب مفتوح تسجل، ولا بلنتيات تسجل، ولا فاولات، ولا خيارك، ولا كفايه تشرك. تكفى ركز في الملعب ارجوك، قدامنا 3 مباريات هي اللي باقي في موسمنا، 3 مباريات تحدد مصير الموسم هذا، نبغاك تركز في الملعب، حط تركيزك في الملعب، الدوري انساه وقفل ملفه خلاص. قد سمعت من قبل بشوت الموزه كذا، شوطه على شكل موزه، لا مريم محرز تشوف اشياء ما قد شفتها، كنترول شوطه الموزه كل شيء تشوف معه. اعطاك شوطه يا حبيبي موزه، خلى الحارس يصور تصوير ولا وليد سعيد يا شيخ يصورها. اعطوا رايكم على مستوى الفريق اليوم، واكتبوا لي توقعاتكم لمباراه الاهلي الجايه، لايك واضافه عشان نستمر، والسلام عليكم. انا ما شفت مباراه، انا جسمي اقسم بالله انه مقشعر ورب الكعبه. انا شفت ملحمه، انا شفت معركه هاربه من فيلم او مسلسل تاريخي بطلها الاهلي. يا عيال جنون، ولا خلقني جنون. يا تعطيني مباراه مثل ذي، يا لا تلعب كوره. شكرا الدحيل، شكرا الاهلي. فيني حماس الان، ودي انا اخش العب، لكن انا عندي راي مستحيل يتغير. اللي جاب هذه المباراه، اللي جاب التاهل، جمهور الاهلي. الوقت اللي تعب فيه لاعبين الاهلي، جمهور الاهلي شحنوهم، عطوهم كذا كانك قاعد تشحن بطاريه، هذا اللي صار بالضبط. عشان كذا نرجع ونقول الجمهور
مهم جدا في مثل هذه المباريات. ادري الحين بعض مستغرب ليش متحمس، بس نفس ما قلت لكم الشيء اللي انا شفته معركة، واتحدى اي احد ما تحمس. مبروك يا اهلاويه، اقسم بالله العظيم اليوم فوق الفوز الجميل اللي صار محبة الناس. يا ناس اقسم بالله العظيم احبكم. شكرا لكل شخص قابلته، شكرا لكل شخص دعالي دعوة حلوة. مبسوط انه الاهلي فايز، ومحبتكم يوم تاريخي وباذن الله يا اهلاويه نحقق البطولة باذن الله. طبعا ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي كلنا نحضر مع الاهلي. حضورنا والله يفرق، والله العظيم يفرق. مبروك يا اهلاويه، اقسم بالله العظيم اليوم فوق الفوز الجميل اللي صار محبة الناس. يا ناس اقسم بالله العظيم احبكم. شكرا لكل شخص قابلته، شكرا لكل شخص دعالي دعوة حلوة. مبسوط انه الاهلي فايز، ومحبتكم يوم تاريخي وباذن الله يا اهلاويه نحقق البطولة باذن الله. طبعا ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي كلنا نحضر مع الاهلي. حضورنا والله يفرق، والله العظيم يفرق. حطها بالجول يا رياض، حطها بالجول يا رياض. والله قالها دقيقة، والله قالها، والله قالها. حطها بالجول يا رياض وخلاص. محرز اخذ حق فونتوني سدد ركله جزاء، قام برده حارس مرمى الدحيل. محرز جاء فاول في اخر دقائق اللقاء، قرر انه يسمر الحارس. والله يا اخوان سمروا، عينكم كيف حطها يا رجل. شكرا رياض محرز، والله شكرا، دائما ممتع للعين. والف مبروك النادي الاهلي، يستاهلوا هذا التاهل رغم انه المستوى للامانه ما كان مقنع، لكن الف مبروك النادي الاهلي وكل الدعم لكل من يمثل الوطن. شكرا لكم، الف مبروك. الاهلي ينتصر يا جماعه، نادي الدحيل ويتاهل الى دور ربع النهائي. الف مبروك جمهور الاهلي، الف مبروك هذا التاهل. لكن بصراحه ما توقعت الاهلي بهذا المستوى. اشواط اضافيه والدقيقه 117 الاهلي سجل الهدف الواحد من محرز من كره ثابته، ويتاهل الاهلي امام الدحيل. لكن في لاعب الحكم الرابع حق الفيحة قال ركز في الاسيويه، طلع صادق، طلع عنده بعد نظر. فانتوني كنت بتشيل الليله، كان بتهج مباراه لو محرز مو موجود. لكن الف مبروك، ويستاهل الاهلي الفوز يا اخوان. والمباراة القادمة للنادي الأهلي راح تكون أمام نادي جوهور الماليزي، اللي بصراحة النادي هذا الفترة الأخيرة صار معروف بالنسبة للصفقات. يعني في أكثر من لاعب من الدوري السعودي راح لنادي ماليزي، بالذات اللاعب الفارو لاعب النصر طلع من النصر على طول راح النادي الجوهور. طبعا الآن مو معهم، بس معهم تقريبا 7 إلى 8 أجانب من ضمن برازيليين، كوريين، جنوبيين، إسبان. بصراحة أكثر من لاعب محترف، فممكن تكون مباراة صعبة على النادي الأهلي إذا ما عرف يتعامل معها، وإذا كان المستوى نفس مستوى اليوم، بالذات إذا نفس المستوى بتكون مباراة صعبة. على العموم ننتظر، وبالتوفيق للنادي الأهلي وجميع الأندية السعودية بهذه البطولة مشيئة الله. الأهداف والفرص وغيرها والتعليقات كلها في البرنامج الأصفر. حتى مباراة الهلال بعد شوي مع نادي السد بتنزل الأهداف هناك. اسمي بالعربي أول رابط في البايو. سلام. يا عم رياض، يا عم رياض، يا محرز كنا هننام مبسوطين يا رياض، كنا هننام مبسوطين يا رياض. رياض محرز يسجل اليوم قبل انتهاء الشوط الاضافي الثاني بدقيقتين، كان خلاص راح لضربات الجزاء. واللي شاف المباراه كان هيتوقع فوز الدحيل لان الدحيل كان بيلعب باستماتة طول المباراه، شالوا كور الدين. لكن المشكله ان الحل دايما بيطلع من رياض محرز. والله انت يا محرز لاعب اسطوري، لكن بما اننا ما عرفناش نفرح بخساره الاهلي اليوم، فنحب نقول لهم بروح رياضيه الف مليون مبروك لكل اهلاوي نخبوي ملك بيحب نادي النصر وبيتمنى الخير لنادي النصر، واللي عنده حاجات في قلبه بقى واهوام. نشوفك المباراه الجايه بقى يا معلم. تقول لي هيلاعب مين المباراه الجايه؟ هيلعب بعد 4 ايام مع نادي اسمه جوهور الماليزي، فريق سهل جدا، اقل بكتير من الدحيل. يعني من الاخير الاهلي في نصف النهائي هيلاعب مين؟ هيلاعب الفايز بين الهلالي والسداوي. هتقول لي يا عم ده في فريق في النص، هقول لك يا عم فيصل كابي الياباني مين؟ بلا يابان بلا ساموراي بلا بطيخ، هو يا الهلالي يا السداوي. هيعدي من فيصل كابي ده وهيطلع على طول يلاعب الاهلاوي في نصف النهائي. عموما بكل روح رياضيه نقول للاهلي الملك النخبوي الجميل الف مليون مبروك. ونحب نقول لك حاجه بس من خاطرنا، ذهنك خرج بره الملعب بدليل انك ما كنتش قادر على الدحيل مع الدعم واللعيبه اللي عندك دول كلهم، ما كنتش قادر على الدحيل، ما فزتش غير بحل فردي من رياض محرز. وده كله راجع للتغريدات بتاعت منصه اكس. خليك ماشي ورا الهلالي، خليك هاجم في النصر واشغل نفسك بالنصر، اسيا كانت هتروح منك، اتعلم يا واد.
عموما 1000 مليون مبروك، واتمنى انكم تهدوا الضغط على نادي النصر وجماهير نادي النصر. ارجع يا الملكي، ارجع يا الملكي، النصر اللي قال لك ستعود كبيرا يا الملكي. حبايب قلب ابطال، لا تنسوا التفاعل اللي في الجنب. سلام.